بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم درت مع خواتاتي لوبيا خضراء ولا لوبيا ماشطو محمر، احسن من يديروها في العراس. غادي نشوفوا ان شاء الله واش اللي يخلي الطبق تاعنا من الطبق اللي ما يحبوش بزاف الناس الى طبق معشوق ومطلوب في المناسبات. هذه اللوبيا بنينه بزاف، لاصوص تاعها او المرق يجي عاقد وخاطر ويتعسل. اذا بدون اطاله الى الوصفه. نصلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا اختي كي تجيبي اللوبيا تاعك غادي تنقيها مره ولا مرتين، وتنقيها من ديك الاطربه وتقطعيها على 2 فقط. اما لو كان اللوبيا غادي تستعمليها لمناسبات كبيره، اعراس وغيرها، ما تقطعوهاش خلاص، يعني تحطوها كما هي في الكسكاس. تكون القدره تاعك تغلي، حطي الكسكاس تاعك وفوريها عادي كما فوروا الطعام. الان كي تطيب اللوبيا حطيها في ان بلا ولا في اي اناء ووخريها على جهه. غادي نتيستي انايا نختبر اللوبيا راها طايبه ولا ماشي طايبه. نشد اي طرف من هذا الاطراف وتضغطي عليها بالاصابع تاعك، هاي راها طايبه. اذا نحوها على جهه وروحوا للمرق. المرق شنو غادي نحتاج؟ انا قلت لكم من الاول من اول فيديو ان هذا عباره عن محمر. نحتاج طرف تاع الغنمي. هنا عندي حوالي 2 كيلو لحم غنمي، وعندي مناسبه الحقيقه في هذا الفيديو، كانت عندي مناسبه. اذا نشد طنجره الضغط تاعي. بغيتو تستعملوا الطنجره العاديه، شيء عادي تولي لكم، شهوه تدي شويه وقت. اذا عندي طنجره الضغط، نحط طرف اللحم تاعي بعد ما غسلته ودرت معاه قطرات من الخل. نزيد معاه دروك هنايا حبه تاع بصل، نقطعها تقطع رقيق، تقطع رقيق بزاف. لما قديش تقطعوا بهذه الطريقه استعملوا يعني سكرفجوه ولا الاشواغ. من بعد غادي نزيد انا هنايا ملعقتين زيت فقط، لان نعرفوا هنايا اللحم فيه ماده دهنيه بزاف وهذا يكفي. كي نحط المغرف تاع الزيت هنايا نحط مباشره الطنجره على النار ونبدا نقلي ونقلب هذاك اللحم. خصني نقليه من كامل الجهات، كامل الاطراف غادي نقلبهم، وما نمرقش حتى نشوف البصل تاعي خلاص طلق الماء تاعه. الان غادي هنايا نزيد التوابل ماشي بزاف. عندنا هنايا فلفل فلفل اسود، وعندنا نصف ملعقه ملح، وعندنا القليل من الكركم، وواحد الملعقه صغيره تاع فلفله حمراء. غادي انا نمرق على حساب ارتفاع اللحم، يعني ما نمرقش بزاف. هذا المرق خصه يجي خاثر ومعسل، وهذه لاستيس ولا السر الاول باه يجيك المرق عاقد، يعني ما لازمش تمرقي بزاف. هنايا نحاولوا، يعني السر الثاني اللي غادي نعطيه لكم في باه تعطيكم بنه مليحه ويجيكم المرق عاقد، ما تستعملوش طوماط كونسونطري، يعني طوماط تاع لابواط، يعني طماطم العلبه المصبره، وانما عوضوها بطماطم الحبه. عندي 2 حبات هنايا سكرفشتهم ربيتهم وحطيتهم. نبلع انايا على طنجره الضغط تاعي ونخليها طيب حتى يطيب لي اللحم تاعي. لما طاب اللحم وشفته وتستيته اختبرته طاب، شندير نحطه في ان بلا ونقضب مرصو تاع دهان، نفوت كامل على هذاك اللحم ونديره في الفور، نعاود نخليه يتحمر في الفور. الان هنايا هذاك المرق راك تشوفوا راه قليل بزاف، يعني المرق اللي بقى لي قليل بزاف. نحط فيه اللوبيا تاعي، وهذا السر الثاني، ان المرق ما يكونش بزاف. غادي تحطوه وتشعلوا عليه النار، ولكن النار توطوها، يعني تخلوا النار تاعكم قليله. ايضا السر الثالث اللي غادي نعطيه لكم في هذا الوصفه هو ان تمين تحطوا اللوبيا تاعكم غادي تسكرفجوا هنايا واحد فصين ولا 3 تاع الفصوص تاع الثوم. غادي تعطيكم بنه رائعه، جد رائعه. ما ديروش الثوم في البديه تاع الطبق تاعكم، وانما خلوه حتى التالي. غادي تشربه اللوبيا هذه، غادي تشرب لنا ديك التوابل، هذاك المرق وهذاك الثوم، وخلوها طيب على عقلها. الان الطبق تاعي ها هو واجد. راني حطيت اللوبيا، حطيت اللحم، راك تشوفوا كي راه محمر اللحم، وراني نقرب لكم البلا باه تشوفوا هذاك المرق. شوفوا كي جا عاقد وخاطر وجا معسل، الله يبارك. صدقيني اختي، اذا انتي تبعتي معايا الوصفه اني متاكده انك غادي تجربيها وتحطي لي في التعليقات انك جربتيها ونجحتي فيها وعجبتك بزاف.
الوصفة هذه غير قيدوها عندكم، غادي تحطوها يعني تحتاجوها، يجوكم عندكم ضياف تحمروا بها وجوهكم. أنا الوصفة هذه شوفوا كانوا عندي ضياف حطيتها ورافقتها مع السلطة بيطراف، رافقتها كذلك مع خبز الدار. الوصفة هذه طبعا هذا المحمر ما يتمشاش مع خبز الباغيت، يتمشى مع خبز الدار، خبز الكوشة والمطلوع. المشتركين المتابعين في القناة نشكركم بزاف بزاف على التفاعل وعلى التحفيز، وأيضا المشتركين الجدد نقول لكم مرحبا بكم. قناتكم راها فاتحة القلب تاعها لجميع الأحباب. ما تنسونيش اخواتاتي ولا اخوتي باللايكات تاعكم، بالتعليقات تاعكم. نشكر كذلك، نحب نشكر هنا نقدم شكر كبير الى اخوتي في المغرب اللي عندي متابعين بزاف من دولة المغرب الشقيق، وكذلك من فرنسا. نشكركم بزاف، نشكركم على التفاعل. وإذا حبيتوا وصفات أخرى تقليدية حطوا لي في التعليقات، وأنا هنا رهن الخدمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.